حملة واسعة تحت شعار الدراجة الآمنة أطلقتها ولاية أمن مراكش لحث مستعملي الدراجات النارية بضرورة التقيد الصارم بأحكام قانون السير تعزيزا للسلامة الطرقية. ولاية أمن مراكش انخرطت في هذا المخطط ديال السلامة الطرقية الخاص بالدراجات النارية. كما تعرفوا أن هذه الفئة عديمة الحماية تشكل واحد حيز كبير في مدينة مراكش. كاين عدد دراجات كبير اللي تيستعملوا الطريق في مدينة مراكش، وبالتالي كاين مجموعة من الخروقات اللي تيقوموا بها أصحاب الدراجات النارية. اليوم جايب لكم موضوع مهم بزاف، خصوصا لاصحاب المطر بجميع انواعها. الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه نارسا خرجت مؤخرا مسطره جديده صارمه لمراقبه السرعه القصوى ديال الدراجات الناريه، والهدف منها هو الحد من الحوادث المميته اللي كثرات بشكل كبير وسط هذه الفئه. الاحصائيات كتقول ان ما يقارب 40% من حوادث السير المميته في المغرب كيتسبب فيها اصحاب الدراجات الناريه، وغالبا بسبب السرعة الزائدة أو تغييرات غير قانونية في المحرك. هذا الشيء اللي خلى السلطات تدخل بقوة. كيفاش غادي تتم المراقبة؟ المراقبة غادي يديرها عون مختص في استعمال جهاز اسمه سبيدومتر باش يقيس السرعة القصوى اللي يوصل لها الموتور. العملية كتكون في مكان آمن بعيد على حركة السير، وصاحب الدراجة خاصو يكون راكب فوقها، رجليه في الأرض ويديه في القيدون. العون كيطلب منه يكسيلي باش تطلع للسرعة الماكسيموم، والجهاز كيعطي الرقم النهائي. المعيار القانوني: إذا السرعة القصوى أقل أو تساوي 57 كم في الساعة الموتور قانوني وما فيه حتى مشكل. إذا السرعة أكثر من 57 كم في الساعة فهنا كيتعتبر غير مطابق، وهذا دليل على تغيير في المحرك أو خصائص الدراجة. الإجراءات والعقوبات: الموتور كيمشي فورا للمحجز الفوريان، صاحب الموتور كيمشي للدائرة الأمنية وكيتم إشعار وكيل المالك لفتح محضر. يمكن إطلاق سراح المعني بالأمر بشرط يرجع الموتور لحالته الأصلية ويعاود يدير ليه المصادقة الرسمية. الغرامة المالية كتراوح ما بين 3000 درهم حتى 5000 درهم. في حالة إلى عاود العقوبات كتكون حبس من 3 شهور حتى العام، مضاعفة الغرامة أو حتى مصادرة الموتور لفائدة الدولة. حتى إذا بغيتي تخرج الموتور من الفوريان مؤقتا خاصك تهزو في شاحنة أو تريبورتور للمصلح، ماشي تركب عليه أو تسوق، وإلا غادي تزيد تورط راسك قانونيا. علاش هاد الإجراءات مهمة؟ هذا القانون ماشي غير عقوبات، بل جاي باش ينقص من الأرواح اللي كنفقدوها يوميا في الشوارع. سرعة زايدة زائد خوضة من البوساج زائد تغييرات المحرك يساوي كارثة مضمونة. إذا كنتي كتركب موتور احترم السرعة، البس الخوذة وخلي الموتور في حالته القانونية. رخصة السياقة ديال A أو B ما غتحميكش من العقوبات، والسلامة ديالك أهم من أي تعديل في المحرك. ما تنساش دير واحد اللايك زوين والاشتراك في القناة باش يوصلك دائما الجديد.